اتجوزت من كل بلد راجل وخلفت 3 عيال، تشوفها تقول ولا باين عليها، من ريف سوريا، واشتهرت بمطربة الغجر. قالوا عليها موهبة وهتختفي بعد يومين، بس عدت شهرة أصالة في بلدها. اشتغلت في البارات من وهي عندها 11 سنة، ودلوقتي بتغني في الساحل، وحركاتها الغريبة على المسرح عرضتها على موقف محرج. أسرار في حياة المطربة الشعبية السورية سارية السواس. يا ترى إيه هي أسرار حياتها؟ هل فعلا ارتبطت بالفنانين قصي الخولي ومعتصم النهار؟ حكاية جوازها من برلماني عراقي. ازاي اتجوزت من كل بلد راجل؟ هل فعلا ترشحت لمجلس الشعب السوري؟ تفاصيل كتير هتسمعوا معايا لأول مرة في الفيديو ده. المطربة الشعبية سارية السواس اتولدت في منطقة ريفية في سوريا لعائلة ملهاش علاقة خالص بالفن، ولا حتى عندهم أي موهبة غنائية أو حتى تمثيل. كانوا ناس عاديين جدا، بس المفاجأة ان لما سارية كبرت بقى عندها بتاع 4 سنين كده، سمعوها بتغني في البيت وصوتها كان زي الكروان. وقتها اتخضوا وما كانوش مصدقين ان دي سارية بنتهم اللي بتغني. لما قربوا منها وتأكدوا من صوتها قرروا يدعموها ويقفوا جنبها لحد ما توصل موهبتها لكل الناس. ولما سارية دخلت المدرسة اشتركت في حفلات المدرسة واشتهرت وبقى الكل يعرفها وبيتكلم عن جمال صوتها. ومن حفلات المدرسة اتنقلت وبقت تغني في الأفراح الشعبية، عشان كانت بتغني اللون الشعبي باحترافية. مش بس كده، دي وصلت انها نزلت البارات وهي لسه عيلة صغيرة عندها 11 سنة وغنت فيها. فضلت على الحال ده لحد ما ربنا كرمها سنة 2008 وطرحت أغنية بس اسمع مني. دي عملت قلبان وضجة كبيرة في سوريا، وفي ناس كتير حبتها وفي برضه ناس انتقدوها وقالوا لك دي هتختفي بعد يومين بس، استنوا عليها. المفاجأة بقى ان نجاح سارية بقى يزيد كل يوم اكتر عن اليوم اللي قبله، وبقت اشهر من النار على العالم لحد ما بقت المطربة الشعبية الأولى في سوريا، وشهرتها تخطت شهرة أصالة. دلوقتي ليها حفلة تقريبا كل يوم في الساحل، بس الساحل اللي في سوريا مش مصر، ده غير حفلة الفنادق ودبي ودول عربية كتير جدا. اللي عامل جدل بين السوريين هو لبسها اللي بتظهر بيه في الحفلات، علشان شايفين انه جريء حبتين 3، ده غير بقى الحركات المثيرة والرقص على المسرح قدام الجمهور. ده خلاها تتعرض لموقف محرج جدا. قبل كده وهي في ألمانيا بتحيي حفلة هناك، فجأة وهي منسجمة بتغني وبترقص لقيت واحد من الجمهور هجم عليها، ولولا تدخل الجردات والناس كان هيحصل اللي محدش يتوقعه. اتجوزت في بداية مشوارها الفني من واحد خارج الوسط الفني، بس ما اعلنتش عن هويته خالص ولا ظهرت معاه. خلفت منه بنتها بدور، بس للأسف حصل ما بينهم مشاكل وانفصلت عنه. سنة 2014 اتجوزت تاني وبرضه ما كشفتش عن صورته ولا حتى اسمه. خلفت منه بنتها التانية شام، وفي عندها ابن ثالث اسمه آدم، علشان هي كاتبة على حسابها على انستجرام أم 3 أطفال، بس اسمها مرتبط بأكتر من راجل، وبتقال عليها دي مطربة وحدت العالم العربي في جوازاتها. وتقال إنها اتجوزت من السعودية والإمارات وسوريا والعراق، واللي محدش يعرفه إنها بتعتبر حياتها الشخصية خط أحمر، ما بتحبش تتكلم عن أي حاجة تخصها، لدرجة إن كل يومين يطلع عليها إشاعة، زي مثلا قالوا إنها ارتبطت بالفنان قصي الخولي بعد ما انتشر فيديو ليها وهي بترقص معاه، وبعدها قالوا دي متجوزة برلماني عراقي مقابل $1,000,000. وقتها هو طلع ونفى الكلام بنفسه، ده غير إشاعة ارتباطها بالفنان معتصم النهار. أما بقى الإشاعة اللي غطت على الكل لما اتقال إنها ترشحت لمجلس الشعب السوري، وده طبعا كله كلام مش صح بيطلع عليها علشان هي ما بتتكلمش عن حياتها وتعرف الناس أي حاجة عنها.